الفوز بالنسبة للاعيب الزمالك مهم قبل مباراة النادي الأهلي في كأس مصر، ولكن في مليون علامة استفهام النهاردة بصراحة. يعني أول هام محمد عواد، يعني أنت ما بتلاقيش محمد عواد، يعني أنت الماتش اللي جاي هتلعب محمد عواد، أنت كده واضح إن أنت بتدي ده ماتش وده ماتش. طيب ماتش الأهلي اللي جاي المفروض النهارده ياخد الحساسية عشان يخش فورمة أكتر. كان عواد ماشي، لعبت صبحي، ادي اول غلطه. تاني غلطه فين سيد نيمار؟ سيد نيمار اللي كان عامل لك الماتش اللي فات من احسن الماتشات من فتره، ومفروض ان ده الماتش اللي جاي هيبقى مهم جدا عشان علي معلول. علي معلول لما بيشوف سيد نيمار وبيلعب عليه والكلام ده بيكتفه كليا يعني. ويرجع للماتشات والرجاله اللي معاك اللي هو بالذات اللي هم ماسكين معاك ده يقولوا لك الكلام دوت ويجيبوا لك الماتشات بتاعت الاهلي اللي سيد نيمار لعبها يعني. تاني هام بقى تالت غلطة بقى اللي هي بتلاعب الزناري بكراي. طب والمسلوسي ده ايه؟ وعمر جابر انت مقعده ليه؟ مثلا يعني طالما مش هتلاعب سيد نيمار يبقى عمر جابر على الاقل عدلته، وهو جه يخلص لك النهارده نقصك يعني. ولعب الزناري ده تلعبه لازم تلعبه مساك، ما يلعبش على الطرف ابدا، ضعيف يعني، كورته ضعيفه جدا. وكذا مره النهارده المفروض يعمل كروس يقف على الكره وبطيء وبيموت اللعب وحاجات زي كده. تيجي على نص الملعب فين محمد شحاته؟ هو في حد قال لك ما يلعبش الراجل ده؟ طب انت عاقبته الماتش الاولاني بتاع الاسماعيلي عشان عمل فاول، طب وبعد كده الماتش بتاع افريقيا بلاش افريقيا، الماتش بتاع النهارده ده احسن واحد عندك في نص الملعب. المفروض يعني على حسب كلامكم ان ده مستقبل النادي والكلام ده، طب هياخد امتى؟ واخد بالك؟ ف ادي رابع غلطه ولا خامس غلطه. بعد كده انت بتلعب عبد الله السعيد وبتلاعب ناصر ماهر، الاثنين يلعبوا بس يبقى ديفندر واحد بس، مش اثنين ديفندر، يبقى سيف ويبقى دونجا، والاثنين ما كانش لهم لازمه الشوط الاولاني. فانت عايز تلاعب لاعب ناصر ولاعب عبد الله وتحتيهم يبقى محمد شحاته او يا عم دونجا زي ما انت عايزه، وقدام كان مصطفى شلبي وناصر منسي والراجل اللي هو زيزو. فانت لخبطت في التشكيل، وعشان كده الفوز اتاخر وكانت المباراه هتتسرق منك لولا التحرك بتاع عمر جابر، اللي انا بقول ان هو يعني التحرك مع الاستلام مع الجون. الاستلام هو سبب الجون، كان رقم واحد التحرك، ثم استلم صح وحط وش رجله صح. لو ما كانش عمر جابر كنت هتطلع 0-0 وكانت الناس هتقعد. انا بصراحه من النهارده ومن الماتش اللي فات بقول عليك ان انت مدرب يعني، ما قلنا ما حدش بيجي لنا من البرتغال مدربين كويسين. حتى التغييرات بتاعتك ما فيش الا تغييره واحده بس اللي هي سامسون، اللي هي والله العظيم ده ما يقعد، والله ده ما يقعد قبل اوباما وقبل دونجا وقبل هنا يعني، ده ما يقعدش، ده ما يقعدش لاي حد. انما انت ناصر ماهر النهارده هو نجم المباراه، يعني ناصر ماهر الوحيد اللي في فرقه الزمالك اللي بيتحرك ورايح جاي، واكتر واحد على المرمى كان هو عمال يعمل كرات ويحط ويرقص ويعدي وكل الكلام ده. وقمت جاي شدته بناء على ايه؟ وسبت عبد الله السعيد وحش جدا جدا جدا. يعني اول مره في حياتي اشوف عبد الله السعيد بالسوء ده بصراحه يعني. بطء وبعدين بيمسك كوره ويقعد يبص ومش عارف ايه ويعلقها، تقطع منه وبيضغط عليه. ما اعرفش النهارده من اسوأ ماتشات شفتها لعبد الله السعيد. فما كانش هو اللي يغير، ناصر ماهر اللي كان يغير، يا اما عبد الله يا اما دونجا. وناس ثانيه هتقول لي ايه دونجا عمل ثرو، ده اللي اجبره انه يعمل الثرو هو عمر جابر. عمر جابر لو ما اتحركش بالشكل ده وبالسرعه دي عمره ما كان هيعملها له، فهو اللي اتحرك اجبره ان هو يعملها له. ماشي يا عم، عمل اسيست وكسب بيه 3 بونت، بس الماتش اللي جاي مش هتشوف الكلام ده خالص. الماتش اللي جاي هتشوف ضغط ورسات على نص الملعب، مش هتشوف دونجا وهو بيقف على الكوره زي ما انت شفته وهو لما عمل الكوره دي كده. احلى ما في المباراه الهدف، واحلى ما في المباراه تغيير سامسون، وسامسون ده ما يقعدش صراحه يعني. انا مش لاقي حاجه اقول لها فنيات. الشوط الاولاني مفيش الا فرصه واحده بس لنادي الزمالك، وفي فرصه اللي هي الشوطه من هنا والشوطه من هنا، واحده للداخليه وواحده لنادي الزمالك. وبعد كده كل اللعب انت عارف والناس اللي معاك عارفين ان الداخليه مش هتيجي تهاجمك ابدا،
ابدا. هي دي بقى الماتشات اللي احنا بنقول عليها اللعيبه اللي عندها حلول لازم تبقى في الملعب كتير، سيد، نيمار، زيزو، وطبعا شيكابالا النهارده فارق كتير. واللي يقول لك بقى ده شيكابالا لا لازم ما يلعبش الا ربع ساعه تلت ساعه او يبطل، اقسم بالله النهارده نادي الزمالك من غير شيكابالا بيشحت كوره، والله بيشحت كوره. على العموم يعني الماتش اللي جاي صعب، ما تفتيش في التشكيل، ولازم حد يبخ في ودنه. الزناري ما يلعبش، باك رايت دخله مكان المسلوسي، لان ده شغل فيريرا، واكيد مكلمه ولا الناس اللي قاعده دي اللي هي معاه مش عارف في ايه ده، وهو مش شايف يعني ان الراجل بطيء وما بيعرفش. دي رقم واحد. رقم اتنين محمد شحاته في ماتش الاهلي اللي جاي ده لازم يلعب عشان الضغط وان ده لسه لعيب عنده حميه، ولعيب ان هو هيسد لك حاجات. انما المعلمين اللي في نص الملعب المبطلين ده اتفرج بقى على دونجا ده ورؤى لو لعب، ولا هتبقى سنه سودة يعني، فربنا يستر يعني. فالنهارده ما يغركش المكسب، وان انت يعني ان انت عملت تغييرات ما حصلتش. ده التغييره اللي هي يعني اللي هي فيها الرمى. يعني انا قلت عمر جابر يلعب من الاول، طالما مش هتلعب سيد نيمار يبقى هو عمر جابر ناحيه الرايت، واخد بالك. انما الزناري ده انت شايف فيه ايه احنا مش شايفينه عشان تلعبه ناحيه الرايت. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. النهارده الكابتن رضا عبد العال دايما بيهاجم، دايما داخل ساند سنانه على اي مدير فني. لكن النهارده احنا بصرف النظر في النهارده عدم وجود سيد نيمار، دي حاجه كويسه قال عليها الكابتن رضا عبد العال. لكن هو محتاج ان هو يشوف الفرق. شايف الزناري مره واثنين وثلاثه ان المباراه كانت تستحمل التغييرات، المباراه كانت تستحمل التغيير وطرق اللعب. والنهارده لعب بطريقه، لعب باربعه في وسط الملعب، لقى الداخليه ما بتهاجموش راح مغير. النهارده ناصر ماهر وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد مش وحش، عبد الله السعيد انت مش هو معهوش العصايه السحريه برضه يا كابتن رضا. عبد الله السعيد معهوش العصايه السحريه. عبد الله السعيد لازم يتاقلم مع نادي الزمالك مباراه عن مباراه، كل مباراه بيبدا تحس بوجود عبد الله السعيد. تيشيرت نادي الزمالك يختلف عن اي تيشيرت نادي. هتقول لي ده عبد الله السعيد، هقول لك تيشيرت نادي الزمالك صعب تخش جوه اجواء المنظومه بمنتهى السرعه كده، لان كله نجوم، انت مش نجم لوحدك. عبد الله السعيد كان في بيلعب في فرق كل كوره لازم يمضي عليها عبد الله السعيد. النهارده عندك الحلول، عندك زيزو، عندك مصطفى شلبي، عندك يوسف اوباما، عندك سامسونج، عندك ناصر منسي، عندك دونج عمل اسيست والاروع تحرك، عمر جابر. عندك نجوم كتيره تقدر تعتمد عليها. واسمع رايك في كومنتات. تحياتي احمد الخواجه.